السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة نيوز نتورك دي زاد. قبل أن نبدأ الفيديو لا تنسى أن تشترك في القناة وتضغط على زر اللايك وتفعل الجرس حتى يصلكم كل جديد. كشفت تقارير إعلامية سعودية بأن نادي الأهلي السعودي يرغب في ضم اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وذكرت ذات التقارير بأن إدارة النادي السعودي قدمت عرضا كبيرا لرياض محرز قد يجعله يفكر في الانتقال للفريق، حيث عرضت إدارة نادي أهلي جدة راتبا سنويا يقدر ب 100 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 2000 مليار سنتيم سنويا و183 مليار شهريا. وكان رياض محرز قد انتقل إلى مانشستر سيتي في صيف 2018 قادما من نادي ليستر سيتي مقابل 68 مليون يورو. ونشرت صفحة أنسيدر سيتي على منصة تويتر: نادي الأهلي السعودي مستعد لتقديم عقد لرياض محرز بقيمة 100 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافأة لمغادرة مان سيتي. أصدقائي الكرام، ما رأيكم أنتم؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات.